إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. صاحبي الزين قال لها روحي يا دنيا ما بقى فيك ما يعجب، وبقى يا على خير لمي خيرك ليك. عشنا فيك سنين في زهوطة رب وخالطنا جميع من اللي لعبوا فيك. قلعمنا في بحور ما هي يتقلب وخالطناها جميع طلاب وماليك. ما بقى فيك صديق بخلاف الأم والأب وحتى الخو ساعة على ساعة يرميك. خالطنا المصلي واللي يشرب والصح لقيناه عند اللي يبغيك. قال لي شفت بعيني السبع ركع للثعلب والفارح حلف للنمر قال والله غير مفنيك. ومولة 18 خطبها شايب ويا الغافل بالك البابور يسافر بيك. والزوالي صبح سوم الكلب والغاني بدراهم وقال له نشريك. يا الزوالي اليوم رايح تهرب والله غير عجوز مولة 90 سنة ما تقبل بيك. هذه يحيى وحبابنا الزينين من الكبير سلام نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين يا رب العالمين. كما شفتوا في اول الفيديو اليوم راح ندير مملحات وديكيش اللي نستعملوهم بزاف في الصيف وفي رمضان الكريم ان شاء الله ربي يلحقنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين. راح نبداو بالحشو باش نطيبوه يبرد لنا. ديت ربع صدر دجاج شويه كبير ماشي صغير، وديت بصله كبيره، وانتوما كل قدير وقدروا وكل واحد على حسب عدد افراد العائله ديالو. اول حاجه راح نشوفوا نحمس البصل مليح حتى يدبل ونضيف له الدجاج. اما التوابل درت ثوم مرحي وفلفل اسود ودرت التابل تاع الشاورما، هذا اختياري اللي ما عندوش يستغنى عليه. والملح كما قلت لكم البنات نبداو بالبصل نخليه يتقلى مليح حتى يذوب، بعد نزيد له الدجاج. هنا باش نروحوا للعجينه. العجينه هذه اسمها لابات ماجيك، عجينه سحريه هكذا. هذه العجينه نقدروا نديروها حلوه كما نقدروا نديروها مالحه. البنات نهار تحبوا ديروها حلوه راح تزيدوا، هنايا راح ندير ملعقه صغيره سكر، نتوما ديروا ملعقه كبيره سكر. هذه نهار ديروها مالحه، كي تجوا راح ديروها عفوا نهار ديروها حلوه، وكي تجوا راح ديروها مالحه كما درت انايا اليوم راح تسحقوا 2 معالق كبار، ملاعق ولا معالق ملاعق كبار زبده تكون طاريه بدرجه حراره الغرفه باش تجيكم سهله. ربع كاس زيت، ربع كاس حليب، وراح نديرو ملعقه صغيره مملوءه سكر، وراح نزيدو نصف ملعقه ماشي قريب ربع، قولوا ربع زايد شويه تاع ملح. فوالا باسكو انايا الملاعق تاوعي جاي شويه صغار تاع القهوه ماشي دوك شويه كبار هكذا. دوك هادو نضربهم بالميكسور حتى يولو كريمه. انايا هنايا البنات حبس لي الميكسور، رحت كملتو بالفوي هي حتعطيكم نفس النتيجه. برك لازم الزبده تكون طريه باش تجيكم سهله كي تكونوا تخلطوا فيها، وكان تكون من الفريجيدار تجيكم شويه صعيبه باش تخدموها. شوفوا تجينا على اساس كريمه، ها تبانكم كيما المايونيز. هكذا البنات دوك نروحو نلموها بالفرينه. هذه العجينه ما ترتاح ما والو، تخدموها ديريكت. وشنو ما تستعجلش، تلموها غير بالاصابع ديالكم وتجي طريه وما تلاصقش، ما ديروهاش يابسه، تجي طريه وما تلاصقش وما تعجنوهاش. هكذا راح تاخذ لكم الراي وتجيكم الله يبارك. البنات حبيت نذكركم ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لي جام وتخلوا لي كومونتير محفز. ونشكر كاع البنات راهم يدعموا فيا وراهم يخلوا لي كومونتير شابين ديالهم، غادي نقرا فيهم كامل. نقولهم يعطيكم الصحه وفذو العواشر ان شاء الله ربي يفرحكم ويعطيكم ويمنيكم. هكذا البنات شوفوا البنات العجينه تاعي كيفاش جات طريه وما تلصقش. هذه العجينه شوفوا دوك نهار تجربوها تولو هي العجينه تاعكم المعتمده، تولي هذه هي العجينه باسكو هايله.
دونك انا جبت لي مول ديالي. انا حبيت نديرهم دي ميني كيش، ما حبيتش ندير لي كيش هذاك الكبير. انا يبانوني هادو بريزونطابل وسهلين في الماكله، والاخر لا ديكوراسيون تاعهم تجي بريستيج. نتوما اللي يحبوا يديروا بحجم عائلي يدير يفتحها في سنيوه كبيره. شوفوا البنات واش راني نفتح فيها. شوفوا ما ديروها لا خشينه لا رقيقه بزاف. كنديروها خشينه تجيكم معجنه، كنديروها رقيقه بزاف تتكسر لكم. ديروها متوسطه هكذا. وكي تكونوا تخدموا فيها شوفوا الحواف كيفاش راني ندخل فيهم باش تقدروا تعمروها وما تنفخ لكمش داخل الكوشه. هادو نصائح خذوهم بعين الاعتبار باش تنجح لكم الخدمه ديالكم. فوالا طريقه سهله، وكي تمشي لي موالفه هاي تجيها سهله، واللي عمرها ما جربت نقول لك جربي ما تخافيش، خسريها اليوم وان شاء الله تصلح لك. هكذا تقبتهم كامل بالفرشيطه. دوك البنات كاين اللي يحب يعمرهم هكذا هما خضوره ويحطهم ديريكت يطيبوا، وكاين اللي يدير كيما ندير انايا نطيبهم نص طياب بعد نخرجهم نعمرهم ونعاود نرجعهم يطيبوا. وهذه الطريقه هي اللي احسن باسكو الاخرى تبان لي يقعدوا عجينه ما تعجبنيش. مي هذه تجيكم العجينه تاعكم مقرمشه، فوالا تجي كرو كونت. انا كي كنت نخدم فيهم كان الفرن شاعله على درجه حراره 180. هنا جبت ريسيبيون واحد اخر راح ندير فيه لاباري كيش ديالي هذيك اللي حنخدم بها. شوفوا البنات انا يعني بكل مصداقيه وبكل صراحه، نتوما خواتاتي كيما يقولوا ما نخبي عليكم والو. انا كيف فتحت القناه هذه باش نعلم ماشي باش نخدع. شوفوا البنات انا يا هنايا البيض درت بزاف اللي قعد لي الليكيد هذاك. نتوما ديروا حبه بيض، ما ديروش كيما انا 2 حبات. وقتاش ديروا 2 حبات؟ ديروا كي يكون البيضه تاعكم صغير. مي كي يكون البيض تاعكم كبير ديروا حبه برك باش يجيكم الكيسوسو ما تخسروش البيضه ديالكم. هنايا درت 2 حبات بيض، درت معدنوس، درت الجبن هذا اللي خدمته معاكم قلت لكم راح ندير لكم به وصفات. جايه البنات ما شاء الله جاي شهي، جربوه. واللي ما شافتش الوصفه نقولها دخلي لقناتي تلقاي تما الوصفه. فوالا نديروا شويه ملح. هنايا الحليب ديروا حوالي 6 ملاعق كبار، 6 ملاعق كبار. والملح ما تكتروش بزاف باسكو عندنا لو فروماج مالح والحشو مالح ولا بات مالح، دونك ما تكتروش بزاف. وهنا زدت درت الفلفل الاسود. حركوا لاباري ديالكم مليح. فوالا هكذا حتى يتفتح كاع داك الفرماج والبيض. هنا راح نضيف الحشو ديالي. كاين اللي يحب يحط الحشو في هذوك لي فون دو تارت هذوك ومن بعد يفرغ لاباري، وكاين يدير كيما انايا يخلط كلش. هي من الاحسن انك تخلطي كلش. هنا البنات شوفوها كي طابوا لي شوف كيش يطيبوا نص طياب يقعدوا بلون، ما يقعدوش ما يحمروش، لازم يقعدوا شويه تقول الحواف تاعهم بداو يصفاروا شويه تما نحوهم وتعمروهم. شوفوا البنات تاني نزيد نعطيكم ملاحظه واحده اخرى. كي تعمروهم ما تعمروهمش بزاف باسكو من بعد لكم البنات ما تعمروهمش بزاف باسكو من بعد تسيح لكم ويدخل لكم داخل المول وتحصلوا باش تجبدوهم. انا كاين حبات وين ساحوا لي من داخل ما يسلكت راسي غير بالموس هكا بالعقل وجبدتهم. من نتوما ما تعمروهمش بزاف. هذه تاني ملاحظه باسكو وحده كي تكون شي بروفيسيونيل تسلك راسها، مي وحده كي تكون مبتدئه تجيها صعيبه بالك ترميها كامل تقول لك صاي ما صلحتليش. دونك سيو هذاك الاخر ليكيد هذاك ما تعمروش بزاف. ثم ديروا الجبن المبشور اختياري تاني، تحبوا ما ديروش باسكو لاباري فيها الفورماج كما يقولوا زياده الخير خيرين. كاين ديري ما كانش ما ديريش وتحطيه تعاودي ترجعيه للفرن يطيب من تحت. كي تشوفيها حمارت في الاطراف العجينه راني نهضر على عجينه حمارت في الاطراف شعلي لها من الفوق. وهكذا بعد ما وجدت جات لي البنات واش نقول لكم هذيك العجينه الله الله وهذيك الحشوه البنينه جات روعه.
دوك نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا لاباط جات مو قرميشه، شوفوا لافاغس كيفاش جات معسله، الله الله بهذاك البصل. وش نقول لكم، شهيتكم في الجنه. جربوها، عطوني رايكم في التعليقات، بالصحه والراحه، ومع السلامه.